السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. هشرح لكم المفرش اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، وزي ما حضراتكم شايفين المفرش فيه تفاصيل كتير، وأنا في شغلي بحب أشرح بالتفصيل علشان خاطر حبايبي المبتدئين يقدروا ينفذوا معايا، وده هيخليني أشرح المفرش على أجزاء من الفيديوهات. المفرش هنفذه بخيط الجودي. خيط الجودي خيط مصري قطن 100%. هستعمل إبرة مقاس 2. هبتدي دلوقتي بقى أشتغل. أول حاجة هشبك كده الإبرة مع الخيط بنفس الطريقة، وهاخد لفة كده وأطلع كده، وهبتدي دلوقتي أعمل 6 سلسال. 1 2 3 4 5 6، وهروح على أول سلسلة وأدخل كده بالإبرة وأسحب الخيط وأطلع كده بنفس الطريقة. كده أنا قفلت الدايرة. هشتغل 2 سلسال، والاتنين سلسال دول هعتبرهم عمود. أنا بعمل 2 سلسال مش 3، لأن العمود اللي أنا بشتغله بيبقى صغير، يعني ارتفاعه ما بيبقاش طويل، عشان كده كفاية معايا 2 سلسال. طيب بعد كده هشتغل 3 سلسال تانيين. ادي 1 2 3، وهدخل كده جوه الدايرة وهاخد الفتلة بتاعة البداية معايا واشتغل عمود. انا كده اشتغلت اول عمود. انا محتاجة يكون معايا 6 أعمدة. بما اني انا اعتبرت الاتنين سلسال دول عمود، فانا دلوقتي هشتغل 5. اشتغلت 1، هعمل بقى 3 سلسال، بعدين هدخل في نفس الدايرة واعمل تاني عمود، وبعدين 3 سلسال، هدخل جوه الدايرة واعمل تالت عمود، بعدين 3 سلسال، وهدخل جوه الدايرة واعمل كده رابع عمود، بعدين 3 سلسال، وادخل جوه الدايرة واعمل خامس عمود. انا كده بقى معايا المجموع 6. الاتنين سلسال بتوع البداية دول اعتبرتهم عمود. ادي 1 2 3 4 5 6. هعمل بقى 3 سلسال عشان اقفل السطر. هروح بقى على الاتنين سلسال اللي انا اعتبرتهم عمود، تاني سلسلة من فوق هي دي اللي انا بقفل فيها كده بمنزلقة. تمام. طيب كل فراغ من دول انا عايزة اشتغل فيه 5 أعمدة، بس في البداية هروح على اول فراغ كده وادخل بالإبرة واسحب الخيط واطلع كده بمنزلقة، وهقول لكم ليه انا عملت كده. هعمل 2 سلسال. ادي 1 2، والاتنين سلسال دول انا هعتبرهم عمود. هدخل بقى في نفس الفراغ واشتغل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4. انا كده اعتبرت الاتنين سلسال اللي هما بتوع البداية عمود، ومعايا 4 أعمدة، يبقى المجموع كده معايا 5 أعمدة. هعمل بقى سلسلة، وبعدين اروح على الفراغ اللي عليه الدور او اللي بعده، هشتغل برضو جواه 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. بعد كده هعمل سلسلة وأروح على الفراغ اللي عليه الدور أو اللي بعده واشتغل 5 أعمدة. 1 2 3
4 5. وهكمل كده السطر بنفس الطريقة، سلسلة وبعدين أروح على الفراغ اللي بعد كده أشتغل فيه 5 أعمدة وبعدين سلسلة، وأروح على الفراغ اللي بعده 5 أعمدة سلسلة وبعدين هنا 5 أعمدة. فضلت شغالة بنفس الطريقة اللي شرحتها لحد ما وصلت للنهاية. آخر حاجة اشتغلتها ال5 أعمدة في آخر فراغ. دلوقتي هعمل برضو سلسلة وأقفل السطر. هقفله ازاي؟ هروح على ال2 سلسال اللي كنت اشتغلتهم في البداية واعتبرتهم عمود، هروح على سلسلة رقم 2 وأدخل كده بالإبرة وأسحب الخيط وأطلع كده بمنزلقة. أنا كده قفلت السطر. هشتغل 2 سلسال وال2 سلسال دول برضو هعتبرهم عمود. هاخد لفة من الخيط وأروح على أول عمود، أدخل كده تحت الحلقتين وأسحب الخيط وأطلع. أنا دلوقتي هعمل عمود بس مش هكمله للنهاية. إزاي؟ هاخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس. المفروض إن أنا هاخد لفة من الخيط وأطلع كمان من الحلقتين دول، ولكن أنا هاخد لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور وأدخل برضو تحت الحلقتين وأطلع كده بنفس الطريقة، وهاخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وبعدين آخد لفة من الخيط وبعدين أطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة. تمام. دلوقتي بقى هعمل 4 سلسال، 1 2 3 4. هاخد لفة من الخيط وهدخل في نفس المكان اللي أنا لسه عاملة فيه عمود أو استخدمته للعمود، هدخل برضو في نفس المكان تاني وأطلع كده بالخيط بنفس الطريقة، وآخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس. هاخد لفة من الخيط أروح على العمود اللي بعده وأدخل كده تحت الحلقتين وأطلع، وهاخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس. بعدين هاخد لفة كمان من الخيط وأروح على العمود اللي بعد كده وأطلع كده بالخيط بنفس الطريقة. بعدين آخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وبعد كده هاخد بقى لفة من الخيط وأطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة. تمام. دلوقتي بقى هعمل برضو 4 سلسال، 3 4. هروح بقى على ال5 أعمدة دول هشتغلهم بنفس الطريقة. هاخد لفة من الخيط وأروح على أول عمود وأطلع كده كأني بعمل عمود بس ما كملهوش للنهاية، هطلع من حلقتين بس. بعدين لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور وأدخل كده تحت الحلقتين، وبعدين برضو عمود وما كملهوش للنهاية. بعدين لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور وأطلع كده وأشتغل عمود بس برضو ما كملهوش للنهاية، بطلع من حلقتين بس. بعدين باخد لفة من الخيط وأطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الإبرة. أنا هنا استخدمت 3 أعمدة أو اشتغلت فوق 3 أعمدة. دلوقتي هعمل 3 أعمدة كمان بنفس الطريقة، بس هستخدم زي ما استخدمت هنا العمود اللي أنا لسه مستخدماه برضو هشتغل تاني فوقيه، بس أعمل الأول 4 سلسال، 1 2 3 4. هاخد لفة من الخيط وأروح على آخر عمود كنت اشتغلت فوقيه، برضو هدخل في نفس المكان تاني وأطلع كده بالخيط وأعمل عمود ما كملهوش للنهاية بنفس الطريقة. بعدين لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور أطلع كده وأعمل عمود بس ما كملهوش للنهاية. بعدين لفة من الخيط وأروح على آخر عمود من ال5 وأطلع كده بنفس الطريقة وأشتغل عمود بس ما كملهوش للنهاية، بطلع من حلقتين بس. بعدين باخد لفة من الخيط وأطلع من كل الحلقات الموجودة معايا على الإبرة. هكرر بس الأول أشتغل 4 سلسال، 1 2 3 4. هروح بقى على ال5 أعمدة اللي عليهم الدور أشتغلهم بنفس الطريقة. هاخد لفة من الخيط أروح على أول عمود وأطلع كده بالخيط واخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وأسيب الحلقتين دول موجودين معايا على الإبرة. لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور أهو وأطلع كده وأخد لفة من الخيط وأطلع من حلقتين بس وأسيب الباقي معايا على الإبرة. لفة من الخيط وأروح على العمود اللي عليه الدور
برضو اطلع كده بالخيط واطلع من حلقتين بس بنفس الطريقة، وبعدين لفة من الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا كده على الإبرة. هعمل 4 سلسال، 1 2 3 4، وبعدين أكرر بنفس الطريقة، بس هنا بستخدم برضو آخر عمود تاني، بدخل في نفس المكان تاني اهو واشتغل كده عمود بس ما كملهوش للنهاية، بطلع من حلقتين بس، لفة من الخيط واروح على العمود اللي بعد كده واطلع كده بالخيط، بعدين اطلع من حلقتين بس، لفة من الخيط واروح على العمود اللي بعده، وبعدين برضو عمود وما كملهوش للنهاية. دلوقتي بقى هاخد لفة من الخيط واطلع من كل اللي موجودين معايا على الإبرة بنفس الطريقة. اشتغل 4 سلسال، وبعدين اكرر برضو بنفس الطريقة اهو، اول عمود وما كملهوش للنهاية، بعدين تاني عمود وبرضو ما كملهوش للنهاية، بعد كده تالت عمود وبرضو ما كملهوش للنهاية، وبعدين باخد لفة من الخيط واطلع من كل الموجودين دول على الإبرة. هعمل 4 سلسال، 1 2 3 4. هنا محتاجة برضو أضم 3 أعمدة مع بعض، بس هنا بستخدم برضو آخر عمود أنا اشتغلته اهو، بدخل في نفس المكان تاني واعمل عمود بس ما كملهوش للنهاية، لفة من الخيط ادخل اعمل عمود بس برضو ما كملهوش للنهاية، لفة من الخيط وادخل كده اعمل عمود بس ما كملهوش للنهاية، بطلع من حلقتين بس كده، وبعدين باخد لفة من الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة، بعدين 4 سلسال واروح على ال5 أعمدة برضو اكرر بنفس الطريقة، عمود وما كملهوش للنهاية، وادي العمود التاني وبرضو ما كملهوش للنهاية، العمود التالت وبرضو ما كملهوش للنهاية، بعدين اخد لفة من الخيط واطلع من كل دول، وبعدين اعمل 4 سلسال، هشتغل 3 أعمدة برضو بنفس الطريقة، بس بدخل في نفس المكان اللي انا لسه مستعملاه للعمود، بدخل في نفس المكان برضو واشتغل برضو عمود وما كملهوش للنهاية، تاني عمود اهو ما كملهوش للنهاية، تالت عمود برضو ما كملهوش للنهاية، وبعدين اخد لفة من الخيط واطلع من كل اللي موجودين على الإبرة. 4 سلسال، ال5 أعمدة دول بنفس الطريقة برضو، ادي اول عمود وما كملهوش للنهاية، تاني عمود وما كملهوش للنهاية، تالت عمود وبرضو ما كملهوش للنهاية، بعد كده اقفل كل دول بنفس الطريقة. 4 سلسال، وبعدين برضو هروح على المكان اللي انا لسه مستعملاه، هدخل برضو فيه تاني كده واعمل عمود وما كملهوش للنهاية، وادي كده تاني عمود وبرضو ما كملهوش للنهاية، العمود الاخير اهو وبرضو ما كملهوش للنهاية، وبعد كده لفة من الخيط واقفل كل دول او اسحب الحلقات اللي موجودة معايا. دلوقتي بقى هشتغل 4 سلسال، وبعدين اروح اقفل السطر ده. هقفل السطر ده ازاي؟ هروح على ال3 أعمدة أو العمودين اللي أنا كنت عاملاهم في البداية، طبعا ال2 سلسال بتوع البداية دول أنا اعتبرتهم عمود، وبعدين اشتغلت جنبيهم عمودين تانيين، ففي فوقيهم اهم حلقتين، الحلقتين دول كده بدخل كده جواهم بالإبرة وأسحب الخيط كده وأطلع بمنزلقة بنفس الطريقة. أنا كده قفلت السطر، ادي شكل الجزء اللي أنا اشتغلته.